هلو هلو، ازيكم حبايبنا في كل مكان. النهارده هقدم لكم سمك بلطي بثلاث اصناف مختلفه، مقلي وبالصلصه وسنجاري، حاجه كده تشرف في العزومات والتجمعات. من صنف واحد هنقدمه بثلاث طرق مختلفه والطعم رهيب. تابعوني خطوه بخطوه عشان تعرفوا الاسرار. اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل وصفاتي الجديده. يلا بينا. معانا 2 كيس سمك بلطي. الكيس فيه 4 سمكات، محفوظ ومغلف بطريقة صحيحة. وزن الكيس الواحد حوالي 3 باوند، يعني حوالي كيلو وأزيد من الربع بشوية. يعني كمية السمك المستخدمة حوالي 3 كيلو إلا ربع. يلا نجهز السمك. أول حاجة بنعملها بنفتح كل كيس ونحط السمك في صينية غويطة. السمك دوت متنضف مفتوح من البطن. احنا كل اللي هنعمله ان احنا هنغسله كويس وهوريكم ازاي. اول حاجة بنعملها بنشطف السمك كويس قوي ونشيل الخياشيم، وبعد كده بننقع السمك في مية وخل وليمون لمدة ما تزيدش عن 5 دقايق، مش اكتر من كده عشان السمك ما يطراش. وبعد كده بنضيف على السمك معلقتين كبار دقيق ومعلقة كبيرة ملح، ونفركهم من جوه ومن بره ونسيبهم دقيقتين، وبعد كده بنشطفهم بمية ساقعة. الدقيق بيشيل الزفارة والدهون، والملح بيطهر وبيمنع الريحة. وبعد ما غسلنا السمك كويس قوي بنسيبه يصفي المية تماما، وبعد كده بننشفه بورق مطبخ من جوه ومن بره. يلا نجهز الوصفة الأولى، سمك بلطي مقلي. كمية السمك المستخدمة 3 سمكات. مكونات التتبيلة: 1 فلفل أخضر، 2 ليمونة، 1 راس توم، 2 معلقة كبيرة كزبرة خضراء. التوابل: 1 معلقة صغيرة ملح أو حسب الرغبة، نص معلقة صغيرة فلفل أسود، نص معلقة صغيرة كمون، نص معلقة صغيرة بابريكا أو شطة. بنفرم الثوم فرم ناعم جدا في الكبة، وبعد كده بنضيف الكزبرة الخضراء والفلفل الأخضر وعصير الليمون والتوابل ونفرمهم كويس جدا. ودي التتبيلة اللي هنتبل بيها السمك من جوه ومن بره. بعد ما نشفنا السمك كويس جدا بسكينة حامية بنعمل 3 فتحات في كل جانب. وبعد كده بنتبل السمك بالتتبيلة من جوه ومن بره كويس جدا. وبعد ما بنتبل كل كمية السمك بنسيبه في التتبيلة مش أقل من ساعة، ويفضل ان هو يتساب في التتبيلة وقت أطول من كده. وبعد ما سيبنا السمك في التتبيلة حوالي ساعتين بنحضر الغلاف. هو عبارة عن كوباية دقيق ومعلقة كبيرة نشا، بنقلبهم مع بعض كويس، وبنبتدي نغلف السمك واحدة واحدة كويس جدا من كل الاتجاهات. وإضافة النشا على الدقيق ده مهم لأنه بيخلي السمك ما يشربش زيت كتير، وبيساعد إن الطبقة الخارجية تبقى مقرمشة وما تطراش بسرعة. واثناء ما احنا بنغلف السمك بالدقيق بنكون حاطين طاسه كبيره على النار فيها زيت وفير، ولما الزيت بيسخن كويس جدا بنبتدي نمسك السمكايه بنهزها شويه عشان نتخلص من الدقيق الزياده، وبعد كده بننزل بالسمك واحده واحده وعلى درجه حراره متوسطه. بنقلي السمك، ولما ياخد لون من جانب بنقلبه على الجانب التاني، وبعد كده بنطلعه على ورق مطبخ او على صفايه. وبكده عملنا أحلى سمك بلطي مقرمش، طعمه يشهي ومش شارب زيت كتير. يلا نعمل الوصفة التانية، سمك بلطي مقلي بالصلصة. كمية السمك المستخدمة في الوصفة دي هتبقى 3 سمكات بلطي مقلي متوسط الحجم. مكونات: صلصة الطماطم، معانا 3 طماطمات، 2 معلقة كبيرة كزبرة خضراء، 5 فصوص توم، معلقة كبيرة زيت زيتون. التوابل: نص معلقة صغيرة ملح أو حسب الرغبة، ربع معلقة صغيرة فلفل أسود، نص معلقة صغيرة كمون، نص معلقة صغيرة بابريكا أو شطة. يلا نحضر المكونات. معانا الطماطم بنغسلهم وبنقطعهم ل4 تربع،
ونفرمهم في الخلاط أو الكبة بإضافة نص كوباية مية عشان يسهل في عملية الفرم. بنفرم الثوم فرم ناعم، وفي حلة متوسطة بنضيف الزيت، ولما الزيت بيسخن بننزل بالثوم ونقلب تقلبتين. بعد كده بنضيف عصير الطماطم، وعلى درجة حرارة متوسطة بنسبك الطماطم. ولما الطماطم تغلي بنضيف التوابل: الملح، الفلفل الاسود، الكمون، البابريكا، ونقلبهم كويس. وبعد كده بنضيف الكزبرة الخضراء، وبعد كده بنسيب الصلصة تغلي غلوتين. وفي طريقتين: يا اما بنضيف السمك على الصلصة ونغطيه ياخد غلوة على نار هادية عشان يشرب من الطعم، والطريقة دي بتنفع لو السمك لسه مقلي طازة او بايت. وبكده بنعيد استخدام السمك المقلي البايت بطريقة جديدة وبتضيف ليه طعم أحلى. أو بعد ما بنقلي السمك وهو لسه سخن بنضيف عليه تسبيكة الصلصة، بيبقى الطعم رهيب. وبكده عملنا أحلى سمك بلطي بالصلصة، ريحة تاخد العقل وطعم يفتح النفس، يتقدم مع رز أبيض أو عيش بلدي، واستمتعوا بأكلة مصرية أصيلة. الوصفة الثالثة هنعمل سمك بلطي سنجاري. المكونات: 2 سمك بلطي كبير، 1 فلفل أخضر، نص واحدة فلفل ألوان، 1 طماطم، 1 ليمونة، 1 جزرة، 2 فصوص توم، 2 معلقة كبيرة كزبرة خضراء، 2 معلقة كبيرة زيت زيتون. التوابل: نص معلقة صغيرة ملح أو حسب الرغبة، ربع معلقة صغيرة فلفل أسود، نص معلقة صغيرة كمون، نص معلقة صغيرة بابريكا أو شطة. طريقة فتح السمك السنجاري بتبقى من الظهر. طب نعمل ايه لو السمك مفتوح من البطن؟ بنفتح الظهر من الداخل مش من بره، من جوه السمكة من عند التجويف. بنقطع اللحم اللي بين العمود الفقري والفيليه بلطف وبسكينة حادة. بنفتح السمكة بنخليها مفتوحة زي الكتاب، بتبقى مسطحة على الصينية. وبعد كده بننشف السمك كويس قوي بورق مطبخ من جوه. وبعد كده نتبل السمك برشة ملح، فلفل اسود، وكمون. وبعد كده بندهنه بالزيت. رشة بابريكا. يلا نجهز الحشو. بنقطع الطماطم لمكعبات صغيرة، الفلفل لمكعبات صغيرة، بنعصر الليمون، بنقطع الكزبرة الخضراء لقطع صغيرة، بنفرم الثوم، بنبشر الجزر. وفي بولة متوسطة بنضيف كل المكونات. وبعد كده بنضيف كل التوابل: الكمون، البابريكا، الملح، الفلفل الاسود، ونقلبهم كويس قوي. وبعد كده في الاخر بنضيف الزيت. بنقص ورق الفويل اكبر من حجم السمكة بشوية، وبعد كده بندهنه بالزيت ونحط السمكة عليه، ونقفل على السمكة بالورق الفويل من كل الجوانب بالشكل دوت. وبعد كده بنضيف كل الخضار فوق السمكة. وبعد كده بنحط كل سمكة في صينية متوسطة، أو بنحط السمكتين في صينية كبيرة. وفي فرن سخن بنحط السمك لحد ما السمك يستوي ويتحمر. بياخد حوالي من 30 ل 40 دقيقة على حسب قوة درجة حرارة الفرن. وبكده بنكون عملنا أحلى سمك بلطي سنجاري، طعمه يجنن وريحة تشهي، والأجمل إنه خفيف وصحي.
وبكده جربنا مع بعض 3 وصفات مختلفة للسمك البلطي، كل واحدة ليها طعم ومزاج خاص. المقلي المقرمش، السنجاري الصحي، واللي بالصلصة الطري اللي بيتغمس. بيتقدم مع رز صيادية أو رز أبيض وسلطة خضراء. هتلاقوا طريقة عمل الرز الصيادية في فيديو طريقة عمل السلمون بطريقة سهلة وصحية، هسيب لكم اللينك في الوصف. جربوا الوصفات وقولولي في الكومنتات أنهي واحدة عجبتكم أكتر. ولو متابعيني لحد دلوقتي أنا بشكركم على المتابعة، ولو عجبكم الفيديو النهاردة ما تنسوش تعملوا لايك وشير عشان الكل يستفيد، واستنوني مع وصفات تانية كتيرة أقوى وأحلى. باي.